ليلك كيف تقضيه؟ ليلك فيما يذهب؟ عجبت للجنة كيف نام طالبها، وعجبت للنار كيف نام هاربها. يقول الله سبحانه وتعالى عن فريق من عباده الصالحين تتجافى جنوبهم، يعني بين جنوبهم وبين المضاجع جفاء. كل ما نام ما يرتاح بنومه. ليش؟ وراء موعد بينه وبين رب العالمين. هل نحن من أهل القيام؟ بحنين للسجود إنه باب الخلود، يا نجا والحب عودي فأنسى من ردي. بحنين للسجود إنه باب الخلود، يا نجا والحب عودي. بعض الناس إذا تكلمنا عن قيام الليل يظن أن قيام الليل لا بد أن يصلي 11 ركعة ويقرأ 5 أجزاء ويصلي 2 أو 3 ساعات. الأمر أهون من ذلك. لو أنك صليت ركعة واحدة قرأت فيها سورة قل هو الله أحد، فإن هذا قيام ليل وهو أيضا تهجد، وتكتب عند الله تعالى من قوام الليل. من زاد فله الزيادة عند رب العباد. المهم ألا يمضي عليك ليلة إلا وقد صليت صلاة الوتر. فإن كنت ممن لا يستطيع أن يبدأ بقيام الليل في آخره فابدأ يا عبد الله في أوله، لكن لا يفوتنك شيء من قيام الليل. والله سهل لمن عود نفسه عليه، مو بس سهل، والله يأتي عليك يوم تبكي إذا فاتك قيام الليل. إذا تعودت يأتي عليك يوم أحلى لحظات يومك وليلتك لحظات قيام الليل. طاب حبي وابتهالي، نجمة الليل تعالي فاشهدي دمع الرجوع في محارات الليالي. طاب حبي وابتهالي، نجمة الليل تعالي بحنين